أنا تذكرني الآن بطرفة. حدثني أحدهم قال سألت شيعيا صديقي يقول في العمل، سألته قلت الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال طيب. قال سؤالي أسماء بنت عميس زوجة علي بن أبي طالب هل هي خبيثة أو طيبة؟ يقول فضحك ثم قال أكيد طيبة، زوجة علي بن أبي طالب أكيد طيبة. يقول فقلت له إذا كانت طيبة أبو بكر إذن طيب. قال لا أبو بكر خبيث. قال ليش أبو بكر خبيث؟ قال أبو بكر خبيث. قال الله يقول الطيبات للطيبين. قال طيب ايش دخل أبو بكر؟ قال كانت زوجة أبو بكر قبل ما يتزوجها علي، فإذا كانت طيبة فأبو بكر طيب، الطيبات للطيبين. سكت. قال لا أبو بكر خبيث. قال ما في مانع أبو بكر خبيث؟ قال نعم. قال إذن أسماء خبيثة، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. قال لي خلاص خبيثة. قال علي خبيث لأن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. قال لا علي طيب. قال ما يصير، ما يصير، ما يصير أبو بكر طيب أبو بكر خبيث وعلي طيب، ما تركب، يا اثنين طيبين يا اثنين خبيثين. يقول فسكت ثم قال لا شوف هي كانت خبيثة لما كانت عند أبي بكر، فلما مات أبو بكر آمنت بالولاية وصدقت بعلي فصارت طيبة، عند ذاك تزوجها علي، فهي مع أبي بكر الخبيثات والخبيثين ومع الطيبات للطيبين. يقول قلت له بس هم في مشكلة ثانية. قال شنو؟ قال إذن جعفر بن أبي طالب أخو علي خبيث. قال ليش؟ قال قبل ما يتزوج أبو بكر كانت زوجة جعفر لأن أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب وأنجبت له، فلما استشهد في مؤتة تزوجها أبو بكر بعد أن انقضت عدتها وأنجبت له، فلما توفيت أبو بكر وانقضت عدتها تزوجها علي وأنجبت له. أسماء بنت عميس ما شاء الله تزوجت جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق. قال إذن جعفر خبيث. قال ليش؟ قال لأنها كانت زوجة جعفر قبل ما يأخذ أبو بكر. قال لا هذه مشكلة، هذه خل أسأل فيها فالله المستعان.